داود النبي في بعض تسابيحه قال: ليس لك شبيه يا الله بين الآلهة، من مثلك. ربنا لما نتأمل في صفاته نجد أشياء جميلة جدا تبهر قلوبنا من الداخل وتجعلنا نحب الله. يعني من ضمن الوسائل اللي تخلي الإنسان يحب ربنا إنه يتأمل في صفات الله الجميلة. وأيضا يتأمل في علاقة الله بالإنسان. ولذلك داود النبي يقول: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. ربنا ده ليه صفات جميلة جدا ما نقدرش نخوض فيها. ويقول في سفر النشيد: حلق حلاوة وكل مشتهيات. وقيل إن هو نور لا يدنى منه، وقيل إن هو أبرع جمالا من بني البشر، وقيل من يرى الرب ويعيش. ما يقدرش حد يحتمل. كل الكمالات موجودة في ربنا، لدرجة إن المرتل يقول: محبوب هو اسمك يا رب، فهو طول النهار تلاوتي. اسم ربنا يبهر الإنسان ويملأه بالمشاعر الطيبة. لعل من الأمور اللطيفة في ربنا لما بيقول داود: الرب يرعاني فلا يعوزني شيء. كون إن ربنا بيهتم، مش نقول بالبشرية، يهتم بالعالم كله، بالكون كله. أول اهتمام في طريقة خلق الكون في أجمل صورة ممكنة. رأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. ربنا اعتنى بالكون فوضعه في أجمل صورة وخلقه بأحسن ترتيب. ولما خلق الإنسان أيضا مش بس جعل الإنسان على صورته ومثاله وفي منتهى الجمال، ده أيضا كل عضو من أعضاء الإنسان ربنا جعله في منتهى الجمال. لما تشوف تشريح العين وعمل العين وكيف تبصر، لما تشوف وظيفة القلب وكيف يعمل، لما تشوف وظيفة الأجهزة التي في جسم الإنسان وكيف تعمل، لما تشوف السمع، لما تشوف اللسان، لما تشوف أي حاجة تجد عجب في عجب. ربنا عمل كل حاجة في منتهى الكمال. زمان كنت أفتكر إن المخ مثلا فيه مراكز معينة لحاجات كتيرة. يعني في مركز للسمع ومركز للبصر ومركز للحركة ومركز للعقل وحاجات زي كده. وطبعا الحاجات دي ما تزال موجودة لغاية دلوقتي. لكن فاكر في مرة كان مر عليا طبيب من بتوع العلاج الطبيعي زمان يعني، وبعدين قال لي الودان من هنا فيها مراكز زي المخ بالظبط. يعني الحتة دي بتاعت السمع والحتة دي بتاعت النظر والحتة دي بتاعت الحركة. عجب في عجب. والناس اللي بيشتغلوا بالإبر الصينية يحط لك إبرة حاجة بسيطة كده، في حتة من هنا تتحرك، في حتة من هنا تبص، حاجة مش معقولة. حتى في تجويف الأذن ربنا الحاجات اللي عملها عجب في عجب. يعني عناية الله بالإنسان.
ده القلب بتاعك اللي هو حتة قد قبضة اليد دي، لما بيجوا يعملوا عملية قلب بيعملوا قلب صناعي يشتغل لك أثناء ما قلبك بيعملوا له العملية. القلب ده زي أوضة بأجهزة عشان تحل محل الحتة اللي قبل اللي زي قبضة اليد دي. ربنا عجب في عجب في شغله. من عناية الله بالإنسان إن خلق له أعضاء، كل عضو عجيب 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 في عمله في تركيبه مهما حصل. ده أنا مرة قلت للناس يكفي إنك أنت تشعر بوجود الله وعظمة الله إنك تبص في صوابعك دي كده. تقول لي هبص فيها تعمل إيه؟ بصمات صوابعك تختلف عن بصمة صوابع أي إنسان في الوجود. يعني عندنا في مصر أكتر من 50 مليون، كل دول كل واحد فيهم له بصمة صباع غير الآخر. طبعا ده غير الملايين اللي في العالم التاني، بحيث لما بيجوا إنسان يعملوا له فيش والتشبيه وياخدوا له بصماته يقدر يعرف من البصمات دي له سوابق ولا لا، يمررها يلاقي شكل دي غير شكل أي واحد في الدنيا. صباعك ده ربنا عامل فيه رسمة لما تبصمها غير أي واحد في 50 مليون اللي في مصر. يقدر واحد فنان يعمل 50 مليون رسمة صباع؟ ده يبقى ايه ده غير الملايين اللي في اوروبا وامريكا واستراليا وكل حاجة. عشان كده لما انسان ما بيعرفش يقرأ ويكتب ويقولوا له يبصم يحط بصمته مفيش زيها في الدنيا. يمكن الخط يقلدوه لكن البصمة ما يقلدوهاش ابدا. خد منفرد بنوعيته. الله عجيب جدا في كل صفاته في كل قدرته. يعني لما نشوف قدرة ربنا في انه يستطيع ان يقرأ جميع افكار الناس في كل الاوقات في كل الامكنة في كل البلاد في آلاف الملايين من الناس، دي تبقى ايه دي تبقى ايه؟ اما يقدر يقرأ كل افكار الناس وكل خطرات القلوب وكل المشاعر بتاعت جميع الناس في الدنيا كلها.